السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد إن شاء الله بإذن الله هيعجبك، وإن شاء الله بإذن الله هينشطك. يلا أول ما نبدأ الكلام نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. قبل ما انسى يا بنات، لو انت اول مره تخش النهارده ان شاء الله باذن الله القناه بتاعتي، خش خدي لك جوله بسيطه جدا باذن الله عن طريق اللي هتعجبك. لو عجبتك اوعي تنسي الاشتراك وضغط على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل اشعار فيديو انا بنزله. قناتي بتقدم روتينات تنشيط وتشجيع ان شاء الله باذن الله، وعلى ابسط مما تتصوري، يعني على حاجه بسيطه كده، على قد كل ست بيت عربيه تقدر تتحمل مسؤوليه بيت ان شاء الله باذن الله. النهارده بقى ان شاء الله اول ما صحيت من النوم يا بنات، كنت غاسله من بالليل زي ما كل احبابي متعودين معايا، لان نغسل من بالليل ونصبح الصبح ننشر. فدخلت لقيت البلكونة فيها شوية تراب كده، فقُلت لأ هنكنسها الأول وبعد كده نمسحها، عشان خاطر الولاد طبعًا كانوا موجودين معايا، ما كانوش في الحضانة في اليوم ده. فأنا متأكدة بقى اللي هُم هيطلعوا دلوقتي ورايا في البلكونة، وكده كده أساسًا يعني تفضل البلكونة نضيفة، تطلعي من برّه تخشي جوّه، ما تبقيش يعني تاخدي في رجلِك وتخشي على السجاد بمعنى أصح. فخلاص دخلنا في الشتا بقى يا بنات، يعني امبارح كده الجو ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان هيمطّر، والرعد بقى والدربكة اللي بتحصل دي معانا، أو الجو الجميل اللي كلنا معظمنا بيحب الشتا يعني. إن شاء الله بإذن الله تكون أيام خير وأيام فرح وأيام سعادة وأيام يسر على كل المسلمين، آمين يا رب العالمين. وكمان حابة نشكر كل البنات اللي انضمت للقناة جديد، بجد والله العظيم أسعدتوني جدًا، والكلام الجميل اللي أنتم بتكتبوه يا بنات ربنا يكبر خاطركم يا بنات. بجد الكلام ده بيشجعني إن أنا كل يوم نصور لكم فيديو على الأقل كل يوم يعني. اليوم بقى اللي أنا مش بننزل فيه فيديو بيبقى بقى صعوبة في النت، بيبقى صعوبة في التصوير، بنبقى تعبانة شوية بس مش أكتر من كده. يلا بقى خلصت إن شاء الله بإذن الله، مسحت والبلكونة وكنستها، وبعد كده جبت الغسيل بتاعي وقلت بقى نبتدي إن شاء الله بإذن الله ننشر. الساعة كانت 8 الصبح، يعني أنا صليت الفجر وقعدت بقى مع الولاد، يعني الولاد خلاص حتى في اليوم اللي مبيبقاش فيه حضانة اتعودوا على ميعاد معين اللي هُم يصحوا فيه، يعني حتى الواحد بيبقى عايز ينام شوية في اليوم اللي هُم مريحين فيه، خلاص يعني هتنامي إزاي؟ بيبقوا اللي جنب منِّك وييجوا كل واحد بقى يسحب من على سريره كده وييجي لِك في الأوضة بتاعتِك ويناموا جنبِك، ويا ريت بيناموا ساكتين بقى. الواحد يا ريتهم بس حتى كده بيبقوا قاعدين جنبِك ساكتين أو نايمين، لأ، لا إما يمسكوا التليفون، عايزة نسيبهم بقى كده يمسكوا التليفون. بس بصراحة يوم ما نمسكهم التليفون يا بنات بنحس اللي هو بأثّر عليهم جدًا في كل حاجة، جدًا. أول حاجة بيعتادوا عليه، كل شوية عايزين يمسكوه. تاني حاجة بنحس إن تركيزهم بيقل، لأ الولاد بيبقوا زي ما يكونوا متشتتين كده، تفكيرهم مش دقيق، يعني مش مركزين في الحاجة. حتى لمّا نيجي نذاكر لهم بيفرق معايا جدًا في اليوم اللي بيمسكوا فيه التليفون. هتقولوا لي يعني إن أنا مش بنمسكهم التليفون، والله دلوقتي يعني أوقات ضئيلة، أوقات ضئيلة جدًا اللي هُم يمسكوا التليفون. أمّا باباهم لو موجود بقى لأ، ما عندوش حاجة اسمها لأ عندهم، يعني بييجي يضيّع كل اللي أنا بنعمله معاهم طول الأسبوع. يعني أنا بنزعل والله، يعني الواحد برضه بيبقى طول الأسبوع دي بلاش، دي دي لأ، ديّة ما ينفعش، الكلام ده كلّته هو بقى مش عايز يزعّلهم، كل ما طلباتهم مُجابة، فده كلّته بيعود عليَّ أنا. نقول له أنا كل اللي أنا بنبنيه في أسبوع بتيجي في الساعة اللي أنت بتيجي فيها، باليوم اللي أنت بتيجي فيه بتضيّعه. فطبعًا يعني كل أب بقى مش إكمنه يعني مش قاعد فترات طويلة مع الولاد وما بيشوفش طبعًا الولاد بيعملوا إيه، فسبحان الله يعني بيبقى عايز يلبّي لهم كل طلباتهم، بس كل طلباتهم دي بتيجي على دماغي أنا. فربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. هو بس كل اللي لمّا نيجي نتكلم معاه بقى، يعني الولاد أنا مش باقول لكم بقى اللي أنا بنسكت ونستسلم للأمر الواقع، لأ والله، الولاد وكده ما ينفعش، يقول لي سيبيني أنا جاي يوم هنبسط ولادي فيه هنبسط ولادي فيه، بيحسسني إن أنا بُص خانقة الولاد، وبعد كده أنا هاسيبهم لِك اعملي اللي أنتِ عايزة تعمليه. فبالتالي بقى الولاد طول ما هو موجود في البيت لو عايزين أي حاجة يا بابا، يا بابا، كأن أنا مش موجودة. أول حاجة أنا بنبقى مبسوطة، يعني بنبقى مبسوطة إزاي؟ إن الحمل بيبقى خفيف عليَّ، بس في نفس الوقت بنبقى زعلانة بس من ماسكة التليفون، بنبقى زعلانة من مثلًا عايزين حاجة كل شوية يشتروهم، فاهمين إزاي؟ بيبقى جايب لهم حاجات وهو جاي، كل شوية يعني يسيبوا الأكل بقى اللي أنا عاملاه في البيت، يا بابا هات كذا، حتى مش بييجوا لي أنا بقى، عشان عارفين الرد عندي إيه، يا بابا إحنا عايزين كذا، عايزين نايت، عايزين بسكوت، عايزين مش شوكولاتة، عايزين الكلام بقى اللي أنتم عارفينه يا بنات بتاع الأطفال ديّة. فهو طبعًا إيه هاقول لكم إيه، يعني يقعد ساكت كده وخلاص برضه يروح ينفّذ، بلاش ونفضل بُصّوا ما فيش كإنه ما بيتكلمش، أنا مش عايزة نزعّلهم، أنا مش عارفين إيه. يا ابني أنا مش بنقول لهم اللي أنت كده بتزعّله، بس أنت كده بتضرّهم. هم ياكلوا الأكلات الطبيعية اللي إحنا بنعملوها الأول في البيت، وبعد كده هم ياكلوا. ما جاتش من يوم، بعد كده أنا والله العظيم باحكي لكم أكيد كلكم، فبنسكت يا بنات وخلاص. هم كده، كده أصلًا عارفين، يعني باباهم خلاص توكّل على الله وراح شغله الله يسهّل له الحال، عارفين بقى مامتهم آخرها إيه وأولها إيه، بجد والله يا بنات. يعني سبحان الله الطلبات اللي بيطلبوها من باباهم وهو موجود ما بيطلبوهاش منّي،
مش حتة خوف والله، بس هُم يعني خلاص يعني سبحان الله، الطفل ده ما فيش أذكى منّه في الدنيا، هو عارف إن باباه مش هيقول له لأ، هو عارف إن باباه اللي هيجيب له الحاجة الفلانية، عارف مثلًا مامته إن لأ ماما ده عندها مرفوض، ده عندها مرغوب، وطبعًا إحنا كأمهات عشان عايشين باستمرار أو الولاد معانا في البيت باستمرار، فتحسّي بقى إن الولاد يعني إيه، مش مأزّين مننا، بس برغم من كده يا بنات مش بيستغنوا عن الأم، مستحيل، يعني بالرغم من كده شوف أنا ممكن يعني مش كل طلباتهم مُجابة معايا. أنا بنعلّمهم إن ديّة في حاجة اسمها لأ، في حاجة أنا ما نقدرش نجيبها، بنحسّسهم بالمسؤولية، يعني إحنا لو طالعين رايحين مشوار طبعًا وسام أو أحمد يا ماما إحنا عايزين نجيب ونجيب، نقول لهم مثلًا على حسب الفلوس اللي مع بابا، يعني حتى لو معانا مقدرة إن إحنا نجيبوا الكلام ده والله يا بنات مش بنحسّسهم اللي لأ، أنتم قُلتوا الحاجة الفلانية اللي أنا هنجيبها النهارده، لأ، أبدًا خالص، يا ماما إحنا عايزين حاجة الفلانية، طب ماشي، على حسب الفلوس اللي مع بابا نجيبوا حاجة النهارده واحدة بس. وإن شاء الله بإذن الله تتشطّروا وتتجدعنوا وتبقوا ممتازين والكلام بقى اللي بينشّط الولاد ده يا بنات، وإن شاء الله بإذن الله الحاجة التانية تيجي، فخلاص هُم اقتنعوا، حتى وسام يعني لمّا ييجي أحمد بقى لمّا بابا ييجي إحنا هنجيبه كذا وكذا وكذا، ترُد وسام البنات تقول إيه، أنا بندّيكم مثل بسيط، ترُد تقول طَب لمّا نشوف الفلوس اللي مع بابا الأول هتكفّي تجيب لنا والّا لأ؟ علّمي الأطفال وهُم صغيّرين اللي هُم يتحمّلوا المسؤولية، علّمي إن في حاجة اسمها لأ، علّمي إن في حاجة على قد إيديكِ هتمشّي، علّميهم إن شاء الله بإذن الله كل حاجة حلوة هُم بيعملوها ليها مقابل، مش أكتر من كده. أنا والله يا بنات أنا باقول لكم الكلام ده وهو إن شاء الله بإذن الله هيفيدكم ويفيد غيركم، وإحنا كلّنا أمهات الحمد لله، الحمد لله مسلمات، وإن شاء الله بإذن الله هنطلّعوا قدوة حسنة تحت إيدينا نتشرّفوا بيها. يا بنات والله يعني الأطفال مهما يكونوا هم مش هاقول لكم بقى بيبقوا ملايكة يعني بس هم فعلًا ملايكة، بس الطفل يعني بيبقى طاقته بقى اللعب والتنطيط والكلام ده كلّه، وإحنا ساعات ما بنبقاش مستحملين أساسًا، ساعات ما بنبقاش مستحملين لعبهم، دوشتهم، نبقى عايزين نرتاحوا من كتر الضغط اللي علينا طول اليوم، بس هم طبعًا ما لهمش ذنب، ما لهمش ذنب خالص، بس أنا كل اللي أنا يعني بنحاول نيجي على نفسي شوية وأنا بس منفعلة شوية وأنا غضبانة شوية ما يأثّرش عليهم، حتى لو أثّر عليهم بنحاول نتراجع بُصّوا في دقيقتها يعني، لإن هم يعني أنتِ بتجري وبتتعبي وكل اللي أنتِ بتعمليه هدفِك في الدنيا هم ليهم هم. مش لحاجة تانية، يعني إحنا هدفنا بنجري وبنسعى وعايزين نعملوا لهم ونخلّي لهم، ده كلّه لمين؟ مش ليكِ أنتِ خلاص ما عدتيش مدوّرة على نَفْسِك، نَفْسِك دي خلاص، والله يا بنات كل أمهاتنا كده أو إحنا فعلًا، فعلًا ما حسّناش بأمنا غير لمّا ربنا أراد وكرمنا كده اللي إحنا جِبنا أطفال. وربنا أراد إن شاء الله بإذن الله إنه رازقنا بالذرية الصالحة، ربنا يرزق كل مشتاق بما يشتاق، وما يحرمش حد منهم أبدًا، 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 لإن فعلًا هم ده سعيِك ليهم، أنتِ بتسعي في الدنيا إلا عشانهم هم، فعشان كده ازرعي كل حاجة حلوة فيهم، كل حاجة حلوة فيهم، ولو فيهم أي صفة ما هياش عاجباكِ حلّيها بالعقل، حلّيها بالحكمة، حلّيها بالكلام مع طفلِك، اتكلمي معاه. أنا عندي ولادي مش بييجوا بالعند نهائي يا بنات، نهائي خالص. طالعين زيي بصراحة يعني، بييجوا بالكلمة الطيبة جدًا، جدًا، بييجوا بالحنيّة، بييجوا مش بالشخط، هتقولي معظم الأطفال بييجوا كده، لأ في أطفال مش بييجوا غير بالضرب، تضربيهم تبُصّي تلاقيهم ما شاء الله يتعدلوا معاكِ، سبحان الله. في أطفال يعني تطبطبي عليهم وتمدحي فيهم بييجي منهم، أنا بقى ولادي من النوعية دي، امدحي فيهم ما شاء الله تبُصّي تلاقيهم جُه منهم، يعني بنشوف أمهات أطفالها بيبقى صوتهم عالي. يزعّقوا، يشخطوا، يقولوا ألفاظ مش ما ينفعش إن هي تتقال، وهُم قاعدين وسامعين، يعني ما فيش عيب، ما يصحّش، ما فيش علو صوت، عيب كده صوتِك ما يطلعش، عيب كده صوتك ما يطلعش، عيب ما حدش يسمعك، الكلام ده كلّه خليك محترم في كلامك، كده والله يا بنات بيمُر عليَّ أمهات يعني بنبقى ماشية كده نقول سبحان الله، يعني هُم مش سامعين، أنا أهوّة بابقى ماشية في الشارع بنبقى سامعة صوت الولاد وسامعة الكلام اللي هُم بيقولوه والألفاظ اللي هُم بيقولوها، طَب هل الأم اللي قاعدة جنب منهم دي هي مش سامعة؟ والّا هي في دنيا تانية والّا إيه النظام يعني سبحان الله، طَب ما أنتِ ليكِ تأثير أكتر على ولادِك، يعني تأثيرِك أنتِ أكتر، أنتِ لو شُفتِ مثلًا بنتِك البنوتة بالذات يا بنات، البنوتة بالذات صوتها ما يعلاش، أنا ما باحبش كده أبدًا، أنا وسام بنتي بس لمّا تشِد هي وأحمد شوية ونبُص نلاقي صوتها علا، أنا مش بنعاقب يعني نقول لها عيب، وسام صوتها ما يعلاش، إيه الصوت العالي ده؟ لإن يعني سبحان الله ده صوت المرأة عورة. فأنتِ لسه صغيرة طفلة زي ديّة هتتعوّد على كده، في أمهات تقول إيه، ده أنا حاسة إن بنتي بقت شمحطية، أنتِ مبسوطة اللي أنتِ بتقولي كده، أنتِ فرحانة أوي وبتتباهي اللي أنتِ بتقولي ده أنا مبسوطة إن بنتي بقت شمحطية، وأنتِ فين يا حبيبتي أنتِ فين؟ أنتِ بنتِك دي لمّا تكبر هتروح فين وتتعامل إزاي؟
الواحد ساعات لمّا بيعلّي صوته شوية مع طفله في البيت من كتر الضغط اللي عليه، والله يا بنات بنبقى زعلانة جدًا، ونفسيتي من جوّه بتبقى متأثّرة باللي أنا عملته، وطبعًا ده كلّه بيأثّر على الطفل، لإن أنتِ لو زعّقتِ وشخطتِ الطفل ده بيشرب كل حاجة من أمه، أمه أكتر كمان، لإن أمه هي اللي مستمرة على طول في البيت معاهم. إلا في بقى يعني ممكن تكون في رجالة مثلًا شغلها بيبقى باستمرار في البيت، بس أنا على العموم يعني كل الأمهات اللي جنب منّي أو أنا كإيمان ولادي بيتأثّروا بيّا أكتر من باباهم، لإن باباهم مش موجود معاهم باستمرار زي ما قُلت لكم، بياخدوا منّي الألفاظ منّي أنا، يعني أنا هاقول لكم على حاجة، يعني هُم لمّا راحوا الحضانة فلقيت أحمد بيقول ألفاظ عمري ما سمعتها، فده كمان إيه من تأثير الحضانة، لأ أنا راجعت الميس بتاعة الحضانة ورجعت معاهم قُلت لهم: "لأ في كذا، في لأ ابني مش متعوّد على فاهمين إزاي؟ يعني برضه الحضانة بيبقى لها دور، والأم في البيت لها دور، والبيئة اللي جنب منِك لها دور، بس أنتِ بقى في دورِك أنتِ تلاحظي ابنِك. بس أنا قُلت بس يا بنات شوية معلومات كده يا رب تفيدكم على الحاجة اللي أنا بامُر بيها في بيتي يعني مع ولادي. طبعًا أثناء وأنا باتكلم معاكم شايفين آآ نشرت وغسلت، نشرت وغسلت برضه الحوض كده وغسلت الحمام، بس ما جبتش معاكم تصوير الحمام بقى يا بنات، وكنست بقى الشقة كده الصالة بالطرق بحالها كده طوالي، شِلت الفرشة طلعتها كده برّه في الهوا مع الشمس إن شاء الله بإذن الله، وبرضه كده بعد كده مسحت برضه بشوية ديتول كده بشوية معطر، خلّيت بقى ريحة الانتعاش كده في البيت تمام، وسِبت بقى الدنيا لمّا هدت خالص ونشفت كمان، وفتحت بقى الشبابيك وفتحت البلكونات برضه هوّة البيت. ولمّا الدنيا نشفت جِبت بقى السجاد نفّضته من برّه ودخّلته، وغسلت الحوض زي ما قُلت لكم، وغسلت برضه الحمام بتاعي، ودخلت بقى إن شاء الله بإذن الله على الغدا بتاعنا، الغدا النهارده سمك يا بنات، ده السمك من اللي هو المتلج يا بنات تمام، إحنا بقى عشان يعني مش جنبنا بحر أو بحور بمعنى أصح، يعني بيننا وبينهم كتير، فالسمك بقى اللي هو البحاري النضيف بجد قليل عندنا جدًا، فالواحد بقى بيستسهل يجيب السمك المتلج أضمن وأسهل، إزاي أضمن؟ لإن المتلج ده مضمون اللي هو بحاري، يعني الماكريل الكلام اللي إحنا بنجيبه كله المتلج ده مضمون وضامن فوق كل شيء ربنا اللي هو جاي من البحر، غير بقى عندنا ممكن في بولت موجود، بس البولت أكترته فيه مزارع، أنتم عارفين بقى المزارع والكيماويات اللي بيحطوها، يعني أنا مش بنرجح نجيب بولت خالص غير لو جوزي كان في مشوار مثلًا يمِّت اتجاه إسكندرية، لإن إحنا كده بيننا وبين إسكندرية يعتبر ساعة وربع. فهو بيجيب بقى الحاجة دي وهو جاي، إنما بقى ما فيش مشوار يمِّتي هناك، فمش بنضطر يعني نروح نجيبه مخصوص يعني بصراحة. فأنا بقى بنستسهل نجيب مثلًا الحاجة هنا من أي سوبر ماركت، السمك اللي هو المتلّج، نروح نجيب مثلًا يا بنات كيلو ونُص نقسّمه على لو أنا وباباهم هنا على وجبتين، لو باباهم مش معانا ممكن يكفّونا 3 وجبات، 4 وجبات كمان، لإن أنتم عارفين يعني الولاد معايا بنعمل هم السمكتين 2 كده دول أطفال يعني طبعًا أنتِ على حسب أسرتِك، على حسب الأسرة بتاعتِك. والولاد نغدّيهم وأنتم عارفين طبعًا الولاد يعني بيبقوا إيه، يعني مش في الأكل قد كده، تمام حبيبتي؟ قسّمي يعني يومِك وبعدين وقسّمي برضه مصروف بيتِك وقسّمي أنا ممكن نعمل معاكم تقسيمات والله يا بنات، بس أنا مش من النوع اللي أنا بنروح مثلًا أول الشهر نجيب لحوم ونجيب أسماك ونجيب فراخ ونجيب ده كلّه، لأ مش بنعمل كده خالص، عشان كده أنا مش بنقدّم معاكم تقسيمات الشهر. أنا ممكن نروح نجيب الفراخ لوحدها، نجيب السمك لوحده، نجيب اللحمة لوحدها كده، الخضار ممكن نجيب كل 15 يوم ننزل السوق أو جوزي هو جاي بينزل السوق، مش كل أسبوع، فعشان كده أنا بنقدّم الروتين مش بنقدّم بقى التقسيمات، لو في نصيب وإن شاء الله بإذن الله قدّام جِه ممكن نقدّم معاكم تقسيمات الفراخ، بس تقسيمات الفراخ برضه أنا من النوع اللي هو مش بيجيب الفراخ ويقطّعها. أنا بنقطّع الفرخة نُصّين تمام، الصدور لوحدها الوراك لوحدها، الولاد طبعًا بيحبوا الوراك جدًا، إنّما الصدور بنعملها شاورما، نعملها نجريسكو، نعملها بانيه، بس البانيه برضه مش بنعمله باستمرار، لإن الولاد عندي برضه يا بنات مش بياكلوه سبحان الله، ولادي مش بيحبوا الحاجة الناشفة، هتقولي لي بسم الله الرحمن الرحيم اسمه إيه؟ البانيه يا بنات مش ناشف لأ، الطبقة اللي بتبقى برّه ديّة يفضلوا يقشّروا فيها لغاية ما يجيبوا اللحم من جوّه، فالواحد بيبقى قاعد بقى الأكل مش الأكل اللي بياكله ده الأكل اللي بياكل فيه، يعني أنا عايزة الولاد كده تمسك الحتّة كده أو القطعة وتقطم وتاكل المكرونة مع لأ ما فيش كده خالص، يقعدوا بقى إيه ده يا ماما، ويشيلوا بقى القشر بتاع البانيه وينقّوا له بقى اللي جوّاه، فعشان كده أنا يعني ضئيل جدًا لو أنا عملته، ما بنعملوش بس إلّا لمّا باباهم يبقى موجود ونبقى برضه عاملة جنبي منّه أي حاجة ليهم. برضه الستريبس اللي أنا كنت عاملاه معاكم قشّروه وطلّعوا الصُباع بتاع الفراخ كده بقيت قاعدة زعلانة والله، يا ولاد ده بُصّي ده أنا مطعّماه، ده في مش عارفين إيه، أبدًا كإني ما بنتكلّمش. المهم حبيباتي خلّصت بقى الحمد لله تمام، وقبل ما نعمل أي حاجة خالص مسكت بصلة كده فرمتها،
لان البصل بتاعي ابيض، وحطيت بقى الزيت بتاعي وحطيت، قلت له عيش مع نفسك بقى لغايه كده ما تدي اللون بتاعك، وحطيت عليه معلقتين سكر عشان خاطر يكرمل، عشان خاطر اللون البني بس. انما البصل الاحمر يا بنات استعملوا انتوا عارفين اللي هو بيحمر بسهوله، غير البصل الابيض. البصل الابيض بيبقى صعب جدا ان في التحمير، يعني بياخد وقت كتير. فعشان كده قلت نبتدي بيه هو الاول، وحطيته جنب مني كده على البوتاجاز، قلت له عيش مع نفسك. انا كنت جهزت بقى صينيه السمك، عملتها نظام ايه يا بنات دلوقتي، نظام زي نظام السنجاري كده، بس ما فتحتش بقى السمكه ولا اي حاجه، مسكت بقى خضره على بصله برضو ما فرمتها كده نص فرمه نص فرمه بس كده في الكبه، لان البصل ده حراق جدا. الواحد بقى لو قطعها كده بايده بصوا تبقى الدموع نازله كده، فانا قلت ان نفرمها فرمه بسيطه في الكبه، على شويه بقدونس، شويه كزبره، على شويه توم برضو متفصصين، قطعتهم، قرنين فلفل كانوا هما اللي موجودين، طماطمتين، حطيت بقى بهارات، الملح، الكمون، الكزبره، لو عندك بهارات سمك حطي، ما كانش عندي بصراحه، وما شاء الله لا قوه الا بالله يا بنات، حطيت خل، حطيت ليمون، وفرمتها كلها كده بايديا. طبعا ايدينا نضيفه يا بنات، عايزه تلبسي بقى جلافز ولا جوانتي مفيش مشكله يعني، بس احنا يعني النبي عربي، النبي عربي، ومفيش اي ست بيت على ما اعتقد بتبقى واقفه في مطبخها لابسه جوانتي بصراحه يعني. بص للشيفات مثلا اللي بتطلع على التليفون او التلفزيون، ربنا يسهل لهم الحال، بس ده عشان نظام شغلهم يعني مش اكتر من كده، بس احنا ايدينا نضيفه طول النهار الحمد لله، ومعقمينها، وعارفين طبعا اللي ايدينا نضيفه بناكلوا منها وناكلوا منها اولادنا. وعصرتهم كده بايدي، ومسكت السمك بقى حطيته في صينيه، حطيت تحت منه رقه، وبعد كده حطيته بقى زي ما شفتوا كده بقيت الخلطه، وزقيته حطيته في الفرن على طول، وحطيت جنب منه بطاطا برضو كده غسلتها ونزلت الطينه اللي كانت فيها، وسبته يعيش مع نفسه. وادي الرز بتاعي، البصل كانت اتحمرت ما شاء الله لا قوه الا بالله، كنتوا شايفين طبعا لونها معاكم. حطيت الرز وحطيت الميه وحطيت البهارات اللي موجوده عندي برضو، ملح وفلفل وكمون. حطيت شويه بابريكا بس عشان خاطر يا بنات، يعني البابريكا كويسه جدا للجهاز الهضمي، قصدي الكركم مش البابريكا، البابريكا بس اللي حابب بقى يحطها يحطها، اللي مش حابب ما يحطهاش يعني. ما عندكش التوابل دي عادي، شويه الفلفل زي ما كنا بنعملهم عند امي وامهاتنا كلنا، شويه الفلفل وشويه الكمون وشويه الملح، ويطلع معاكي احلى شويه رز صيادين. هتشوفوا دلوقتي شايفين لونهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. اول ما خلاص بدأوا يغلوا كده هديت عليهم النار خالص، وسبتهم بقى يعيشوا مع نفسهم. وده كان غدانا النهارده، السلطه بقى والجرجير غسلته معاكم، والبطاطا كانت استوت الحمد لله. وادي يا بنات كان غدانا النهارده بألف هنا وشفا. انا بقى كنت ميته من الجوع، والله كنت ميته من الجوع يا بنات، لان كان جوزي جاي من الشغل، ما كنتش فطرت بقى. فطبعا انتوا متعودين ان انا هو لما بيجي بيجيب فول وطعميه، قلت له ما تجيبش حاجه خالص، انا كده كده هنعمل الغدا يعني، لانه كان جاي متاخر، كان جاي الساعه حوالي 2 الظهر، قلت له لا انا هنعمل الغدا وخلاص ونقضّه. فالواحد ما كانش فطر بقى، فأنا بنصوّر كده قعدت ناكل، ناكل كان هو لسه مصلّي، افتكرت الكاميرا مفتوحة، قُلت أنتِ بتعملي إيه؟ الراجل قاعد برّه محتاج الأكل، بس بصراحة كنت جعانة جدًا. والله يا بنات باتكلّم معاكم عشان تضحكوا بس، لأ طبعًا يعني اللقمة مش بتتاكل ولا بتنزل غير بولادِك وهُم موجودين معاكِ وجنب منِّك، وأنتِ طول النهار بتشتغلي وبتسعي عشان خاطر كده. خلاص بقى ريّحت، مش هاقول لكم أنا دخلت المطبخ على طول، لأ ريّحت، طبعًا بقى ريحة السمك وريحة التنضيف بقى والدنيا، رُحت بس كده استحميت وغيّرت وصلّيت، وبعد كده دخلت بقى عشان أنتم عارفين مواعين الزفارة بقى ما ينفعش اللي هي تستنى. هتقولي لي المواعين دي كلّها جات منين يا إيمان؟ هاقول لكم ما أعرفش، ما أعرفش، لو إني كنت بنخلّص شغل طبق بطبق كنت نغسله، فضّيت بقى كل المواعين والأكل، وكمان كنت مسخّنة لبن للولاد واللي عايز طبق، وعملت لهم برضه عصير، بس ما صوّرتوش معاكم يعني. فقُلت بقى لأ، أنا هاخلّص كل ده عشان خاطر ما ينفعش إن أنا نسيب المواعين كده، وهي أنتم عارفين ريحة السمك يا بنات أصلًا بتبقى قلب الدنيا في الشقة، حتى لو هتقولوا شفاط مش شفاط، لأ أنا بُصّي كنت مهوية الدنيا يعني، كنت فاتحة بلكونات، كنت فاتحة شبابيك، وحتى الأوض كنت قافلاها، نحس إن السمك ريحته بتلزق في حتى في الستاير بتاعتي. يعني أقول لكم بعد ما ريّحت يا بنات، يعني شايفين مجهود الفيديو عندكم 20 دقيقة، لأ 20 دقيقة إيه، أنا بدأت شغل من الساعة 8:00 يمكن من قبل 8:00 7 كمان، على الساعة 14:00 كنت يعني خلاص حطيت الغدا، بس كنت خلاص فصلت بقى، فصلت يعني، وكمان الولاد معايا وفطرتهم ولبستهم وغيّرت لهم، وكلام بقى من ورا الكاميرا يا حبيباتي، يعني مش كل تفاصيل اليوم بيبقى في الفيديو. فعشان كده ما ينفعش زي ما قُلت لكم، بس مواعين السمك اللي هي تبات أو تستنى لتاني يوم خالص، لو أي مواعين تانية وأنا تعبانة لأ، ممكن نسيبها على آخر السهرة، ممكن نقوم كده نخلّص وننيّم الولاد ونخلّص لهم مذاكرتهم، ونقوم بقى إن شاء الله بإذن الله نخلّص كل اللي ورايا. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبِك، ويا رب إن شاء الله بإذن الله ما اكونش أطوّل عليكِ، ويا رب ما اكونش لكّيت معاكم في الكلام، بس بنرتاح جدًا في الكلام معاكم يا بنات، وأهم حاجة اللي أنتِ ترتاحي في الكلام، وتلاقي حد فعلًا ترتاحي معاه. وعاوزة أقول لكم نصيحة، وإن شاء الله بإذن الله هنكمّلها في فيديو تاني. في مقولة بتقول: خيرٍ تعمل شرٍ تلقى، تمام؟ هي موجودة فعلًا، وبتعملي الخير وبتبُصّي تلاقي اللي قدّامِك بيقابلِك بالشر، بس هي تفرق في حاجة واحدة، تفرق في تربيتِك أنتِ وتربيته هو، تفرق في أخلاقِك أنتِ وأخلاقه هو.
تفرق في قلبِك أنتِ وقلبه هو. ويا بنات اللي اتربى على شيء صعب إن هو يتغيّر، صعب، صعب مهما تحاولي تغيّريه، صعب جدًا، جدًا. عشان كده أنا باقول لكم ازرعوا الاحترام والاحتواء والحنان في قلوب ولادكم، ازرعوا التقدير والعين المليانة والنية الصافية في قلوب ولادكم، والله ما هينفعك في دنيتِك غير نيتِك الصافية، وما هينفعك غير الكلمة الطيبة. هتقولي لي في ناس بيبقوا عزاز عليكِ وبتخافي عليهم وبتقدّريهم وممكن تقولي أي كلمة عشان خوفًا عليهم، بس التربية برضه في الأول وفي الآخر بتفرق، والأخلاق في الأول وفي الآخر بتفرق. ولو شايفة إن في باب هيدخّل لِك منه حاجة وحشة لأخلاقِك اقفليه، اقفليه خالص. خلاص خلصت الفيديو. طبعًا ساعتها في الوقت ده كنت بنكلم ست الحبايب أمي، قُلت بدل نغسل المواعين بقى ندردش معاها كده ما نحسش بالمواعين تمام، ونكلمها برضه ما كنتش كلمتها طول النهار نطمن عليها طبعًا، يعني أنا متعودة إن أنا أكلمها مرة حتى على الأقل في اليوم، فاليوم ده كنت ساهية جدًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.